ايه مالك فرحانه قوي كده ليه؟ عندي اخبار. خير. يوسف خطبني وانا وافقت. يوسف؟ يوسف؟ ايوه، انسان كويس قوي، متزن، شكله لطيف، ومستنيه مستقبل كويس قوي. ايوه بس بالسرعه لا دي؟ سرعه ولا حاجه، عجبني وعجبته. فيها ايه دي؟ والله مش عارف اقول لك ايه يا راجية. انا طبعا معودك انك تعتمدي على نفسك من صغرك، وانتي المفروض دماغك كبيره وقضيتي لوحدك 4 سنين، يعني عارفه مصلحتك كويس. مالك يا استهانم؟ لا ابدا يا عم عبده، ما فيش حاجه. بس اسمع، نعم يا فندم. خلي الطباخ هو اللي يطبخ النهارده، انا تعبانه شويه. حاضر يا فندم. حلو الفستان ده مش كده؟ حلوه قوي. انت رايحه له؟ ايوه. راجيه، يا فندم. انا عايزه اكلمك كلمتين. اتفضلي. يا راجيه انت حاجه كبيره قوي، متعلمه وجميله وحلوه، والحمد لله عندك كل المميزات اللي يتمناها احسن راجل في الدنيا. ميرسي يا نعم. عشان كده عايزه اقولك على حاجه، بس اوعي تعتبريها تدخل لا سمح الله. عايزه تقولي لي ايه؟ انا بقى اصلي انا شايفه ان يوسف ده مش مناسب ليكي. يا فندم. انت ممتازه يا راكية، ونادر قوي ان يكون فيه واحده بالمواصفات الكويسه دي. صدقيني انت تستاهلي احسن من ده بكتير. اولا انا ما باخدش راي حد في الموضوع ده. ثانيا، طول عمري بمشي بدماغي انا لا سمح الله ما بتدخلش في حياتك، انا بقولك رايي عشان عايزاكي تاخدي بالك وتعيشي حياتك. ثالثا، حتى اخويا ما جيتش اساله واقول له يوسف عايزني رايك ايه. حتى ما قلتش ليوسف روح قول لاخويا، لان المساله دي تخصني انا، مفاتيحها في ايدي انا شخصيا، وما تخصش حد تاني بالمره، حتى اخويا. علشان كده انا لما جيت بلغتكم يعني بديكم خبر مش اكتر ولا اقل. ايوه كل ده كويس، بس اخويا نفسه ما يملكش غير انه يوافق. تقوم انتي جايه تكلميني في الموضوع ده؟ وايه، انتي بالذات بتتكلمي على المناسب واللي مش مناسب؟ يعني بتكلميني على مين يناسب مين ومين يليق مع مين؟ يا سلام، دي حاجه تضحك قوي. دي ما تضحكش، دي تجنن. مش كده بذمتك؟ جرى ايه يا راجية؟ ليه الكلام بالاسلوب ده؟ انا اولا واخيرا بدور على مصلحتك، وافتكر لما انسان يعزك ويقولك على رايه ما يصحش ابدا تسخفيه او تسخفي كلامه، حتى لو قالك راي مش عاجبك او مخالف رايك يعني. يا سلام، في حاجه تانية؟ لا مفيش، وانت حره. وانت مزعله نفسك ليه؟ انا حاسه ان يوسف ده ما يناسبهاش ابدا، زائد يعني ان نظراته وتصرفاته كده بحس انها مش من انسان كويس. فعلا فعلا، داخل فجأة ودخلته نفسها غريبة. إنما هنعمل إيه؟ مش معقول اللي نحلله لنفسنا نحرمه على التانيين. مش معقول نطلب منها إنها ما تتجوزوش. على كل حال أرجع وأقولك هي حرة، كل واحد يتحمل نتيجة تفكيره وتصرفاته، ولا إيه؟ مظبوط. ما تشغليش بالك بالحكاية دي. مبروك يا راجل. مبروك يا يوسف. ميرسي قوي. مبروك يا راجل. ما مبروك يا كانش يوسف. ممكن ادخل هنا او اعتبها غير عشانك يا راجية. ميرسي يا عمي قوي. ما كتبتيش الكتاب بالمرة ليه يا بنتي؟ لسه بدري يا عمتي، انت دايما مستعجله كده. بدري من عمرك، عايزين فرحتنا تكمل بقى. ان شاء الله، عن اذنكم. مبروك يا راجية. ميرسي يا نعمه. مبروك يا استاذ يوسف. ميرسي يا فندم. اتفضلي يا رجال. الله، ميرسي يا محمود، هديه حلوه قوي. اهلا يا فندم. سعيد يا عبد. سعيد مبارك يا يوسف بيه. راجع هاني موجودة؟ لا مش موجوده يا سعاده البيه. ومحمود بيه؟ محمود بيه جاي حالا. بس الهانم موجوده. ميرسي يا عم عبد. لو سمحت اشرب فنجان قهوة على ما راجع ما تيجي. حاضر يا سعاده البيه. مساء الخير. مساء الخير. اهلا يا استاذ يوسف. انا اسف جيت، كنت اصلي بحسب راجع هنا، اصلها كلمتني من شوية، زمانها جاية مش كده؟ مش عارفة والله. نعمت، ليه بتهربي مني؟ انت بتقول ايه؟ ايه اللي بتقوله ده؟ يعني ايه بهرب منك؟ انا قلبت الدنيا لحد ما عثرت عليكي. قلبت الدنيا عليا انا؟ عايز مني ايه؟ انا بقيت كويس قوي يا نعمت، كونت نفسي، البلية لعبت معايا، الحمد لله دلوقتي بقيت صاحب ألوفات. يا سيدي ربنا يزيدك، انا مالي انا؟ انت مالك ازاي؟ ده انا من ساعة اليوم اياه ضميري بيأنبني على اللي حصل. خلاص الحمد لله كل حاجة عدت وانتهت. ابدا، لسه ما انتهتش يا نعمت. هي ايه دي اللي ما انتهتش؟ لا الحكاية اللي بيني وبينك. هو
هو فيه ايه بيني وبينك؟ الله، حكايه ليه ايه؟ بس بتكلمي كده ليه؟ انت اللي غريب قوي يا يوسف. خلاص كل حاجه انتهت وراحت لحالها. اذا كان على الفصل اللي عملته فيا انا مسامحاك. بس انا مش مسامح روحي يا نعمت. طب انا هعمل لك ايه بقى؟ انا بحبك يا نعمت. انت اتجننت؟ ايه اللي بتقوله ده؟ ازاي تسمح لنفسك تقول لي كلام فارغ زي ده؟ اسمح لنفسي بايه يا نعمت؟ انا عملت كل اللي انا فيه دلوقتي عشانك انت. انا عمري في حياتي ما حبيت مخلوق زي ما حبيتك. حاولت اعرف لله. غيرك يا نعمت، احب غيرك ما قدرتش. ما صدقت لقيتك يا نعمت. اطلع بره. ايه؟ اطلع بره يا ندلي يا حقير. عيب, عيب يا نعمت، عيب. عيب؟ هو انت تعرف العيب؟ انت 1,000,000% مجنون. انت مش ممكن تكون بني ادم زي بقيه البني ادمين. انت احط واحد في الدنيا. اطلع بره يا نعمت بس. اطلع بره. طب اقول لك هتقول لي ايه بس؟ انا مذهوله. حرام يا اخي، ده انت حرامي ولص. وبعدين عملت عملتك السودا وفضحتني وتسببت في طردي وتشريدي من بلدي. بعدين رجعت وخطبت اخت جوزي. بعدين جاي دلوقتي تقول لي مش عارف ايه. انت ايه جبلتك؟ ايه حيوان؟ انا يا نعمت زي العاجز اللي مش شايف الطريق قدامه كويس فبيلطش. معلش. طب ارحمني من تلطيشك. ارحمني يا نعمت بس ارجوك. بره بقى. اطلع بره إلهي يخليك. اصل شوفي بس يا عم الله. طب انا ماشي بس اهدي. ايوه استهانم، لا مؤاخذه، اصل كنت بغير الانبوبه وعملت القهوه للبيت. البيه مستعجل مش هيشرب القهوه. وصله على بره. حاضر. مساء الخير. اهلا، ازيك يا يوسف؟ اهلا، ازيك يا محمود بيه؟ كويس انك هنا. لا ده انا ماشي. الظاهر راجعه هتتاخر شويه. الله، ما انت قاعد يا يوسف. معلش انا هبقى اكلمها في التليفون. طيب مع السلامه. سعيده ست الكل. اهلا يا محمود. ايه مالك؟ وشك مخطوف كده ليه؟ لا ابدا، بس اصل تعبت قوي النهارده. كان لازم اوضب البيت كله. ما تبقيش تتعبي نفسك قوي كده يا نعمت، مش معقول. امال هقعد ساكته؟ اسمعي، ايه رايك اعزمك على العشاء بره؟ معلش انت تعبان. يا ست لا تعبان ولا حاجه، وبعدين انت لما هتغيري جو هتبقي كويسه قوي. طيب اللي تشوفه. انت زعلتي يوسف ليه؟ افندم؟ يوسف زعلان منك قوي، وما كانش صح ابدا تتصرفي معاه كده. فيه ايه يا راجية؟ فهميني. يعني مش عارفه يا نعمت؟ مش واخده بالي. وهتفضلي لحد امتى مش واخده بالك؟ يا راجية من فضلك، انا قلتلك 100 مرة ما تكلمينيش باللهجة دي. ما تنسيش ان اكبر منك وان مرات اخوكي. عال، ده احنا بقينا عال خالص. مرة تانية مش هقبل الاسلوب ده. انا استعملت معاكي كل الاساليب اللطيفة. ناقص بقى تبادلين انت الشعور بالشعور، ولا يبقى بلاش. خلصتي؟ ايوه خلصت، وعن اذنك. رايحه فين؟ اشوف ورايا ايه. طب مش عايزه تعرفي انت زعلتي يوسف ليه؟ لا مش عايزة اعرف. يا نعمة يوسف قال لي على كل حاجه. هات اللي عندك يا زمان